اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده احنا هنعمل مراجعه على فيلم مارفل الجديد انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا، وما تخافش مش هيبقى فيه حرق بجد. فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا هو فيلم بينتمي لعالم مارفل السينمائي اللي هو MCU. هو الفيلم رقم 31. هو اول فيلم في المرحله الخامسه اللي بتنتمي للمالتيفيرس ساجا. الفيلم اتعرض في دول كتير يوم الاربعاء 15 فبراير، ومده عرضه ساعتين وخمس دقائق. الفيلم مليان شخصيات احنا عارفينها من التريلر او حتى من قبل التريلر، زي انت مان سكوت لانج، انت مان القديم هانك بيم، ذا واسب اللي هي هوب فان داين، ذا واسب القديمه اللي هي جانيت فان داين، بنت سكوت لانج اللي هي كيسي اللي كبرت وبقت نفسها تبقى سوبر هيرو، الشرير بتاع الفيلم اللي هو كانج ذا كونكرر، وعندك يلو جاكيت اللي هو دارين كروس دلوقتي يعرف باسم مودوك. هو الفيلم تحس انه عامل زي روايه رحله الى مركز الارض، برضه فيه الجوانب بتاعه استكشاف المجهول، وان الابطال بينبهروا لما يشوفوا حاجه لاول مره وما كانوش متوقعين ان هم يشوفوها هنا. يعني في جزء كبير من الفيلم هتلاقي الابطال ماشيين فاتحين بقهم من كتر الانبهار. الفيلم برضه فيه دراما كتير. احنا دلوقتي لو هنقيم تجربه المشاهده ممكن نقسمها لثلاث اجزاء. الجزء الاول هو البدايه، دي نص ساعه، بعد كده منتصف الاحداث دي ساعه، بعد كده النهايه ودي نص ساعه. الفيلم بيبتدي بتسخين بيعرفك على الاجواء، بتشوف الشخصيات، الاحداث كويسه نوعا ما، بتبقى متشوق والاداء بيزيد بشكل تصاعدي. بعد كده بنوصل للنص، خلاص انت فهمت الدنيا، عرفت الشخصيات، عرفت الحبكه. بعد كده بتلاقي ان الفيلم لمده ساعه الاداء عمال بيقل بشكل مخيف. الفيلم بيفشل ان هو يخليك محافظ على نفس الانتباه اللي انت ابتديت بيه الفيلم، لدرجه انك بتبقى قاعد مستني البريك او بتبص في الساعه. في اخر نص ساعه الاداء بيزيد تاني بس مش قوي، لانك خلاص بتبقى متوقع الحبكه، بتبقى متوقع ايه اللي هيحصل، بتبقى عارف الابطال هيهربوا من الموقف اللي هم فيه دلوقتي ازاي، عن طريق ان حبكه معينه هتحصل او ان شخصيه البطل هتبان. وده بالفعل اللي بيحصل. برضه كان في حاجات غريبه في الفيلم وفي الحبكه. يعني انت مان طول عمره كان معروف ان هو شخصيه سنيده في عالم مارفل السينمائي، ليه نعمل له جزء ثالث من سلسله هو بطلها؟ يعني هم تداركوا الخطا ده في الجزء الثاني، قال لك الفيلم اكبر منه، احنا هنسميه انت مان اند ذا واسب. ماشي، غلطه وصلحوها، ليه بتكررها تاني؟ وليه كميه الشخصيات دي كلها في الفيلم؟ يعني كان في شخصيات ملهاش لازمه خالص. يعني انت عندك مودوك ده ما كانش ليه اي 30 لازمه. انا عايز اقول لك ان ذا واسب نفسها اللي هو اسمها في الفيلم اللي هو انت مان اند ذا واسب ما كانش ليها اي حضور يذكر، امها جانيت كان ليها حضور عنها. برضه ما كانش عاجبني ان مارفل بتفسر اي حاجه عموما هي مش فاهماها عن طريق انها تقول كوانتم فيزيكس، اللي هو مثلا تيجي تتكلم فيها عن السفر عبر الزمن او الانتقال بين الابعاد او السفر عبر المالتيفيرس، تقول لك كوانتم ريلم. اللي هو احنا هنموت سينوس، كوانتم ريلم. طب احداث الفيلم، كوانتم ريلم. طب احنا عايزين نروح حته كده في المالتيفيرس، كوانتم ريلم. مش معقوله يعني. برضه مش عاجبني ان هم غيروا من الاوريجين ستوري بتاعت مودوك، وان دلوقتي ما بقاش فيه وجود لمنظمه ايم. الجرافيكس كانت معقوله مش بطاله. يعني التمثيل بتاع جوناثان ميجورز كان قوي جدا، وكان معتنق الشخصيه، وكان واخد الموضوع جد. كان بعيد تماما عن كل اشرام مارفل اللي دايما بيلجأوا للكوميديا الرخيصه. لا، هو كان اداؤه نوعا ما كان كويس، والشخصيه اتقدمت بشكل كويس، بس مش احسن حاجه. يعني انا عارف ان شخصيه كانج لسه احنا بنتعرف عليه وعلى الفارينس بتوعها، وان ده لسه يعتبر فيلم تمهيدي، بس انا كنت رافع الامال. انا كان نفسي شخصيه قويه زي كانج اشوفها بشكل احسن من كده. ومش عيب من الممثل، لا ده عيب في الفيلم نفسه. يعني انا كان نفسي اتفرج على شخصيه كانج اقول هو ده الشخص اللي هيقود المرحله ما بعد ثانوس، وهو ده الخطر الكبير. انا تقييمي للفيلم ان هو فيلم متوسط جدا، ما كانش ليها لازمه ان احنا نقعد نقول ان هو هيبقى اجمد من انفينيتي وور واند جيم. الناس بترفع سقف التوقعات وبعد كده بيخيب ظنها. انا شايف ان الفيلم ده لو هيتقارن بال 30 فيلم اللي قبله في عالم مارفل السينمائي، ففي بتاع 25 فيلم احسن منه. انت كده كده لازم تشوف الفيلم، لان عالم مارفل السينمائي متصمم بشكل انك تشوف كل الافلام وكل المسلسلات اللي على قناه ديزني بلس. ما تعملش زي الناس اللي قعدت تقول لك لا يا عم ايه جارديانز اوف ذا جالاكسي دول، مش بحب افلام الفضاء ومش بحب جو زو زو وجو ستار تريك كده. ولما جم يتفرجوا على انفينيتي وور قال لك مين دول، ورجعوا يتفرجوا غصب عنهم. فانت كده كده هتتفرج. هو السؤال انت تتفرج سينما ولا تستنى لما ينزل صوره نظيفه؟ انا هقول لك. انت دلوقتي لو من محبين شخصيه انت مان، او فاضي وما عندكش حاجه تعملها، او اصحابك داخلين السينما وبيقولوا لك تعالى معانا، خلاص اوكي روح اتفرج معاهم. بس لو انت ولا حاجه من دول، خلاص استنى ان ينزل صوره نظيفه ووفر فلوسك احسن، عشان الفيلم ما يستاهلش خالص. بس كده، دي كانت حلقه سريعه جدا عملنا فيها مراجعه على فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا من غير حرق. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس لو انت كنت شفت الفيلم ايه رايك فيه، لو انت ما كنتش شفته قول لي انت ناوي تخشه سينما ولا هتستناه لما ينزل صوره نظيفه. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، ما تنساش تضرب الجرس.